ابيض رجل في التاريخ، طفل بريء اتحول لايقونه عالميه، بقى محور التكهنات الغريبه، من شكله اللي اتغير تماما للبيت اللي شبه مدينه الملاهي. ملك البوب مش بس فنان، ده لغز كبير قوي، وكأن حياته دي روايه خياليه كتبها هو بنفسه. في الفيديو ده مش هنتكلم عن الارقام القياسيه بس، هنتكلم على الاسئله اللي محيرانا، وكمان التناقضات اللي شكلت واحد من اغرب واعظم الشخصيات في تاريخ الفن. شوف بقى الحركه دي. اول ما بنسمع اسمه بيجي في دماغنا صور كتير قوي، رقصات غريبه، اغاني بتتسمع لحد دلوقتي، حفلات حضرها ملايين من الناس. بدا مايكل حياته طفل اسمر البشر، ملامحه بريئه وشعره كيرلي، لكن مع الشهره بدات ملامحه تتغير بشكل ملحوظ، لونه فتح، مناخيره صغرت، وشكل وشه عموما بقى مختلف. اغلب الناس بقى كانت بتقول ان ده بسبب مرض البهاء، فلونه اتغير. ولكن بقى هنا السؤال، هل كانت كلها عمليات تجميل ومرض، ولا مايكل بقى كان بيحاول يهرب من صورته القديمه؟ من اغرب بقى الحاجات في حياه مايكل مزرعه نيفرلاند، ده مكان ضخم ومليان العاب ملاهي وفي سينما، حديقه حيوان خاصه. مايكل كان بيقول انه بنى نيفرلاند علشان يعيش الطفوله اللي هو اتحرم منها وهو صغير، واتحرم من الطفوله دي بسبب شهرته وهو لسه طفل، وكمان التدريب المستمر اللي كان بيدربه له بابا جوزيف. لكن الغريب كمان انه راجل كبير عايش في عالم طفولي بالشكل ده، وده بقى اللي اثار الجدل حوالين شخصيته واحتياجه دايما انه يهرب من الواقع. مايكل جاكسون كان فنان مختلف، لكنه كمان انسان مليان بالتناقضات والتحولات، ويمكن ده بقى جزء من سر اللي سيرته مكمله لحد دلوقتي، انه مش بس ايقونه، ده كمان لغز وحيرنا، وده خلانا نفكر وندور على اجابات يمكن عمرنا ما هنلاقيها كلها.